إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. في بقعة من بقاع الأرض طاهرة، بسم الله مولانا، بنت وهب أنجبت ولدا فأنجبت خير خلق الله إنسانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا بنات، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وزي ما عودتكم دايما يا بنات، قبل ما نبتدي أي حاجة نقول بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ادخلني في حولك ولا قوتك يا الله. يلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، النهارده هبتدي معاكم روتين قوي جدا جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو تنزلوا على الصفحة على طول دلوقتي، تضغطوا على زر اللايك وتكتبوا لي عليه حلو منكم كده عشان أدخل أرحب بيكم. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت تشترك في القناة علشان عائلتنا تكبر أكتر وأكتر يا بنات. فيلا بينا، اللي ما اشتركش في القناه كده يشترك، ينزل يشترك في القناه وينورني ويكتب لي تعليق كده حلو منه يعني، علشان ادخل ارحب بيكم كلكم ان شاء الله. واكتبوا لي يا بنات تعليقات، احنا عايزين نتكلم مع بعض، ناخد اراء بعض في كل حاجه. فانا زي ما قلت لكم احنا عايزين نبقى اخوات مع بعض كده، واللي عندها اي حاجه، عندها عايزه تقولي على اي حاجه، تسالني على اي حاجه، تدخل وانا ان شاء الله هجاوب عليها. زي ما انتم شايفين كده، انا ابتديت اول حاجه ان انا ادخل الحمام، اخلصه يعني اخلص الحمام اول، وبعد كده هكمل بقيه الشقه معاكم باذن الله. فانا قلت اخد الشقه كلها النهارده مع بعضها. بنات كتير من اللي بتتفرج على الفيديوهات عندي يعني بتقولي اعمل لنا روتينات احنا بنتشجع بيها، فيا ريت تعمل لنا روتين كامل في الشقة كلها. فانا قلت اعمل لكم روتين كامل كده زي ما انتم شايفين، علشان اللي وراها حاجة كده تقوم تخلصها بسرعة بعد طبعا ما احنا جينا من البحر وكده. ففي حاجات كتير كنت لازم اعملها، انضف معاكم الشقة وكده. وطبعا كنت سايبه حاجات كتير متبهدله في البيت، والاولاد اكلوا حاجات. طبعا انتوا شفتوا في اول الفيديو حاجات كانت متبهدله، والشقه كانت متبهدله، وحاجات واقعه في الارض والاولاد كانوا بصراحه بيلعبوا براحتهم، وكنت سايباهم يعني وكده. فكانت الموضوع كان صعب قوي، وانا كنت بصراحه عامله يا بنات زي السلحفاه بالظبط، والله مش قادره اتحرك من مكاني. ولما كنت بتحرك بمشي زي السلحفاه بالظبط. فكنت يعني ايه، عارفين يا بنات لما بيكون الواحده بيجي عليها وقت كده ما بقاش قادره تقوم تعمل حاجه، بتبقى تعبانه وكده. فانا كنت زي السلاحف بالظبط. ما كنتش قادره اتحرك من مكان، ولو كنت بتحرك كده بالراحه. بس الحمد لله. طبعا بعد الكسل ده كله بيجي وقت عليك انت ايه، لا انا لازم بقى اقوم اخلص اللي ورايا، لا انا هتشجع بقى واقوم، ده انا هخلي البيت كله زي الفل في وقت قياسي. فانا فعلا عملت كده وخليت البيت كله زي الفل في وقت قليل قوي. انا يا بنات عملت لنفسي وقت علشان اخلص البيت في اقل وقت، وكمان اتشجع يعني اشجع نفسي ان انا اخلص البيت بسرعه. هقول لكم يا بنات برضو على الطريقه دي، اللي معرفهاش يعني يعملها، واللي عارفها برضو يستمر عليها، لانها فعلا فعلا حلوه قوي وبتنجز معاكي الوقت بسرعه. انا يا بنات ظبطت التليفون على اللي هو الوقت اللي بيجي اللي انت بتظبطي فيه التليفون ده، اللي هو بيعد. لو انت مثلا ظبطتي على ربع ساعه 10 دقايق، وهو بيفضل يقلل الدقايق لوحده. ده برنامج موجود على التليفونات كلها. فانا بدأت ان انا اعمل كده. انا اخدت مثلا الحمام ده اخد معايا بالظبط يا بنات تصوير، بالظبط اخد معايا تصوير بالظبط معايا حوالي 13 دقيقة. تمام، انا كنت عاملة للحمام 15 دقيقة، فانا كده انجزت. وطبعا الحمام اخد معايا 13 دقيقة، ففي دقيقتين كده انا انجزت فيهم. بالنسبة لي دي حاجة كويسة جدا جدا. فانا خلصت الحمام في 13 دقيقة، وكنت عاملة له ربع ساعة. الأوضة برضو كل أوضة كنت عاملة لها ربع ساعة بالظبط علشان اخلص قبل الوقت ده. فدي حاجة حلوة ان انت تعملي وقت يعني للشقة عندك، علشان كمان هتتشجعي وهتقومي تخلصي الحاجة بسرعة. تمام، زي ما انتم شايفين كده. طبعا غسلت الحوض، غسلت اي مكان بيجي عليه صابون، بيطبع يعني من الصابون. اي حاجه موجوده عندي في الحمام محتاجه ان هي تتغسل بغسلها. ما كنتش عامله له تنظيفه عميقه ولا حاجه، ولكن كنت بغسله بسرعه غسيل التويلت. طبعا قايله لكم التويلت والحوض يوميا يتغسلوا مع عشان الاولاد وكده، وعشان طبعا ده الصح ان احنا نعمل كده. فغسلت الحمام يعني التويلت والحوض
طبعا الحوض من فوق ومن تحت وكل مكان فيه، التويلت برضو من فوق ومن تحت وكل مكان فيه، ما بسيبش اي حاجه فيه. وبعد كده ببتدي ان انا احط يعني اريال على الارض او بريل او اي حاجه عندك، واي حاجه عندك معطر بحطها برضو، يعني تحطي منها على الارض وتبتدي تغسلي بصديقتنا الصدوقه اللي هي المقشه. فدي صديقتي الصدوقه والله يا بنات بجد بحبها قوي قوي قوي، وبتنفعني وبتبقى وبتنجز كده بسرعه بسرعه وبتنضف الارض كمان. فانا بشتغل بيها على طول زي ما انتوا عارفين في الفيديوهات اللي فاتت. طبعا ما اتفرجش على الفيديوهات اللي فاتت يدخل دلوقتي يتفرج عليها واكيد عليه كده حلو و... ويضغط على زرار اللايك. وطبعا ما ينساش يفعل زرار الجرس علشان يوصل له كل فيديو جديد هنزله ان شاء الله باذن الله. تمام يا بنات. طبعا انتوا ما انتوش ناسيين الفيديو اللي فات لما حصل الكارثه في الفيديو بتاع الحمام. كنت بشتغل في الحمام وبغسله والتليفون وقع في طبق الميه، فكنت حريصه جدا جدا المره دي ان انا اخلي بالي من التليفون. كنت المره اللي فاتت خبطته برجلي، يعني خبطت الاستند فوقع على طول. والله يا بنات اتشقلب 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 وفي الاخر وقع برضه. حاولت ان انا امسكه كتير لكن وقع برضه في الطبق يعني، بس قدر الله ما شاء فعل، حصل خير يعني. والحمد لله طلع تمام وتمام يعني والحمد لله. وبعد كده خلاص خلصت الحمام زي ما انتم شايفينه بقى زي الفل ازاي، وبقى بيبرق كده يا بنات، بيبرق. خلي حمامك كده يا بنات، وبقى بيبرق كده وبقى زي الفل. وبعد كده دخلت على اوضه الاطفال، ومعرفش انا هنا ليه بدخل على اوضه الاطفال الاول وفي الشقه التانية بدخل على اوضه النوم، بس تقريبا كده يا بنات انا بتجه اكتر لايدي اليمين. تمام يعني هنا هنا اوضه الاطفال على ايدي اليمين، وهناك اوضه النوم على ايدي اليمين. فتقريبا كده يا بنات والله دي واحده تلقائيا من غير اي يعني من غير ما اكون مرتبه لها او اي حاجه. فبدخل على طول على الاوض اللي هي بتبقى على ايدي اليمين زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشبابيك انا بعملها على طول على طول، علشان قلت لكم قبل كده اكيد انتوا حفظتوا كلامي ان انا عندي شبابيك بيبقى عليها اطراف كتير قوي قوي قوي، فانا لازم اعمل شبابيك كده على طول زي ما انتم شايفين. طبعا انا عملت من بره شبابيك اول علشان بتبقى اسهل لي واسرع لي، وان انا ما اقعدش اخرج ايدي من الحديد واتعب وكده. فانا بعملها من بره اول، بعد كده بدخل اعملها من جوه عشان مفيش تراب تاني ينزل عليها لو عملتها من بره بعد كده. طبعا بنات كتير هتقولي هو انت فرشه الملايه بالقلبه؟ فرشه الملايه بالقلبه يا عبير؟ هقول لكم لا والله يا بنات هي كده. هقول لكم هي كده ليه. المفروض يا بنات السراير دي بتتحط جنب بعض، بس انا حطيتهم يعني واحد بالطول واحد بالعرض علشان اوسع الاوضه معايا. تمام. ان شاء الله هيجي عليكم اليوم يعني وهتشوفوا الاوضه وهي السريرين جنب بعض، اكيد هيجي عليكم اليوم لان انا مستحيل اسيبها بالوضع يعني. انا يا بنات واحده بتحب تحرك الحاجات من مكانها كتير قوي قوي. ده وسواس يا بنات والله مش عارفه دي كده، انا كده الدنيا نفسيه حاجه، بس لما ببدل الحاجات من مكانها بحس ان انا برتاح نفسيا، معرفش ايه السبب. بس انا واحده هتلاقوني بحرك الحاجات من مكانها كتير، ففي يوم من الايام هتلاقوا السريرين جنب بعض. ف لما الملايات دي اتعملت المفروض يعني طنط اللي بتعملهم بتعمل الجنبين اللي هما الشراشيب اللي من تحت دي بتبقى من بره، يعني من جنب السرير. يعني لما تكوني قاعده، انتوا فاهمين يا بنات؟ يا رب اكون قادره افهمكم انا عايزه اقول ايه. بس يعني السرير ده لما نلفه الشراشيب اللي نازله من الملايه دي بتبقى يعني باينه. تمام. فلما اجي لما انا لفيت السرير فالمكان ما ينفعش ان انا الف الملايه، لان الملايه ملهاش شراشيب من الجهتين. تمام. هي ليها من جهه واحده، فانا طبعا لما اجي الفها مش بتيجي معايا الشراشيب، ما بتبقاش موجوده، بتبقى داخله بره. فانا عايزه الشراشيب تبان كده، فبقول يعني محدش هيدقق يعني ان الملايه مقلوبه يعني. بس يلا مش مشكله، هي حلوه برضو كده، مش هتقول لا يعني. وبعدين زي ما انتم شايفين حد اخد باله يا بنات؟ محدش اخد باله. فيلا ايه نكمل الفيديو. طبعا انا كنست ومسحت الارض وكل حاجه تمام. كنت اول حاجه يا بنات طبعا الظهر اذن عليا، فانا صليت الظهر وبعد كده يعني كملت شغلي في البيت ومسحت الارض وكل حاجه تمام. وبعد كده قفلت الباب علشان امنع اي رجل طفل صغير كده اسمه زعلبولة يعني ايه يدخل يتغلغل يعني ايه يتسلق كده ويتعمق ان هو يخش الاوضه ويبهدل لي الدنيا. فانا ايه عشان الرجل دي ما تخشش الاوضه. وطبعا في لعب في الشارع وكده، فالرجلين بتبقى جايه ما شاء الله ولا قوه الا ما اقولكوش يا بنات بجد والله حاجه صعبه، بس يلا يلعبوا مش مشكله. ف
كل اوضه كده بخلصها وببتدي ان انا اقفلها، وهم بيفضلوا قاعدين بره في البلكونه، يعني يلعبوا في البلكونه، فعشان ما يدخلوش تراب وكده فانا آه، ب... يعني بقفل الاوض. تمام. وعشان افضل احافظ على الاوضه شويه مترتبه ومتروقه شويه قبل ما يعني ايه ما تتكركب تاني وتقعد شويه وقت يعني. بعد كده دخلت على اوضه النوم برضو. الشبابيك صعب ان انا اعملها من بره لان هي على الشارع، بس عندي الشباك التاني ممكن اعمله، لكن الشباك ده بيبقى صعب شويه، فانا عملته كده بسرعه عشان كنت لسه عاملاه يعني، فهو نضيف يعني مش نضيف قوي من بره، بس حاولت ان انا اقدر على قد ما اقدر ان انا المعه كده. وبعد كده لمعته من جوه، وهبتدي ان انا اشيل الملايه علشان انفض السرير كويس. انا قايله لكم امبارح انا كنت شايله ملايات الشقه كلها، وكنت غسلت الملايات التانية، وهبتدي ان انا يعني فرشه دول امبارح، فهم لسه نضاف. انا بس بنفض عشان امبارح ما كنتش قادره ان انا اعمل الشبابيك وامسح وكده واشيل الحاجات من مكانها، ففعلا ما كنتش قادره. انا قلت لكم ان انا كنت عامله زي السلحفاه بالظبط، ما كنتش قادره اعمل اي حاجه خالص. فانا لما جات لي النشاط، انا بقول لكم ممكن النشاط ده يا بنات يجي لي الساعه 4 الفجر عادي والله. والله يا بنات انا اوقات كتير جدا 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 يعني كتير ممكن اقوم اشتغل الفجر عادي، مفيش اي مشكله. انا بتجيلي كده بالهفه، يعني عارفين لما الواحده ببقى قاعده في امان الله فجاه كده، طب انا هقوم بس انا مثلا انقل ده من مكانه، طب انا هروق دي وهعمل دي، طب انا هشيل بقى السجاد دلوقتي وهمسح. انتوا فاهميني؟ فدي حاجه بتجيلي فجاه كده، فانا جات لي فجاه ان انا اقوم دلوقتي اهو اشتغل في البيت واروق وامسح واشيل واحط وكده، مع ان انا كنت شايله الملايات امبارح وكنسل البيت كله. بس طبعًا جات لي بقى، فأنا قُلت لأ، أنا لازم أقوم أعمل يعني وأعمل مع حبايبي وأخواتي. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة، يضغط على زرار الاشتراك ويفعل زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وما تنسوش يا بنات طول ما انتم بتشتغلوا في البيت تستغفروا كتير، تصلوا على النبي كتير عشان ان شاء الله ربنا ييسر لكم كل اموركم، وعلى طول قولوا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا ان شاء الله باذن الله هيخليكي ما انتيش حاسه باي مجهود وانتي بتعملي في البيت باذن الله، ربنا هيكون سندك وعونك باذن الله. ف حوقيلي كده واستغفري كتير علشان ربنا يسهل لك كل امورك. هنا اي حاجه بقى كانت موجوده على الشوفونير هنا ببتدي ان انا المعها برضو. البانيو ده يا بنات إن شاء الله هاصور لكم فيه يعني بانزّله الحديقة تحت وباحطه على الرصيف، وابتدي إن أنا أمليه للأولاد، والأولاد بتقعد تلعب فيه، بيبقى حلو أوي. بس بصراحة أنا مش شايفة إن هو ليه عُمر يعني أي دبوس أو أي حاجة ممكن تخرمه بسهولة، فما كنتش حاباه بصراحة إن أنا أجيبه. بس طبعًا ابني الصغير يعني شبط فيه وكده، فباباه جابه له، بس مش عارفة حاسة إن هو مش هيقعد كتير وما لوش عُمر. تمام. فهتسمعوا اي رجل اي خبطه اي دوشه اي حاجه، فدي الاولاد، فما تاخدوش بالكم. انا قلت لكم انتوا بقيتوا مني يعني بقيتوا مننا، احنا كلنا بقينا عيله واحده كده، فاي حد هيسمع اي حاجه هم زي ولادكم يا بنات، فعادي يعني. تمام. فقلت لكم بقول لكم على البانيو، يعني هو مش حاساه عملي قوي، بس هو ممتع للاولاد يعني ممتع للاطفال. و بس برضه يعني عارفين لو حاجة مثلًا أقوى شوية أو أتقل شوية هيبقى هتحسي إن أنتِ بس ده عامل بالضبط يا بنات، عارفين العوامات اللي أنتم بتجيبوها من البحر، هو بالضبط نفس الخامة بالضبط، فأكيد أقل حاجة هتخرمه هيبوظ على طول. بس بقى زي ما باقول لكم هو ممتع للأطفال. تمام. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هاصور لكم فيديو قريب بإذن الله وأنا باملاه يعني والأولاد بيلعبوا بيه. طبعًا يا بنات ما تاخدوش بالكم، ده الراجل بتاع الأنابيب هو ما بيصدق يعني، هو بيسيب كل الوقت اللي أنا ما باسجلش فيه، وبييجي وقت ما أنا باسجل وييجي يمشي بالأنابيب، ما أعرفش ليه. بس يالّا تمام مش مشكلة. هنا كنت بعد ما خلصت الأوضة خلاص ببتدي إن أنا أوريها لكم. طبعا شلت كل حاجة، مسحت مكانها، مسحت الأرض، نضفت الأرض، لمعت الأرض، كل حاجة بقت زي الفل زيكم كده يا بنات يا أمارات انتوا عسولات. وبعد كده طبعا بوريكم الأوضة بعد ما خلصت اهي خلاص، هبتدي إن أنا أطفي النور وأقفلها علشان زي ما قلت لكم محدش يدخل الأوضة يبهدلها تاني. تمام. اديكم شايفين الكنب عامل ازاي. استنوا يا بنات باذن الله باذن الله باذن الله فيديو قوي جدا 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 للركنه، حاجه يا بنات كده بجد بجد تغيير تام، انبهار انبهار يا بنات، والله العظيم والله العظيم فعلا. استنوا باذن الله فيديو قريب جدا جدا يعني قريب، تغييرات في الصاله هنا
بطريقة بشكل حلو أوي، أوي، أوي. كمان هتقدري تعمليه أنتِ بإيدِك، حاجة هتقدري تعمليها أنتِ بإيدِك، حاجة هتبقى مختلفة بإذن الله. فاستنوا الفيديو يا بنات إن شاء الله قريب جدًا، جدًا، ممكن يبقى بكرة، بعده، الأسبوع الجاي، يعني يا بنات استنوا، بس إن شاء الله يبقى فيديو قوي جدًا، جدًا. زي ما أنتم شايفين كده آآ الله أكبر، الله أعظم، المغرب بيأذن. فزي ما انتم شايفين كده انا طبعا نفضت الكنب، نفضت كل حاجه وشلت كل حاجه من مكانها ونفضت مكانها وكده، وشلت المفارش نفضتها وكل حاجه بقت زي الفل. وابتديت ان انا افرش تاني. هنا برضو الفوتيه ده شلته ونفضته، نفضت شلت مكان الشلته ونفضت مكانها عشان لو في اي حاجه وقعت ولا حاجه تبقى انا شايلها يعني. زي ما انتم شايفين كده طبعا هشيل السجاد من على الارض، وهبتدي ان انا يعني أكنس الأرض كويس جدًا. المشاية دي يا بنات أنا حاطاها بس كده علشان الأولاد لمّا يكونوا خارجين وطالعين ما حدش يتزحلق كده، يعني حاطاها بس كده عارفين يا بنات لمّا بيقولوا تاخد الرجل يعني فاهمين؟ علشان يعني إيه، آآ تبقى لو حد حَب يقعد على الأرض وكده تبقى هي موجودة تمام. طبعًا كنت كنست الأرض كلها وهابتدي إن أنا أمسح معاكم. دي الطرقة يا بنات، فأنا هابتدي أنا أمسح الترابيزة البيضا اللي محطوطة جنب التلاجة دي. دي باحط عليها الكولمن علشان نشرب منه، هي طويلة وعالية كده فعاملة يعني عاملة زي الديسبنسر بالضبط. فأنا باحط عليها الكولمن يعني علشان الأولاد تشرب منها بسهولة. زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا امسح الارض كلها. هنا بوريكم يا بنات ان الشرشوبه والله هي نظيفه، بس انا معرفش هي جايه في الكاميرا عامله كده ليه، يعني هي بتيجي من بعيد عامله كده ليه انا مش عارفه. بتيجي من بعيد ان هي شكلها مش نظيف، هتقولوا بقى ان هي مش نظيفه وان هي بمسح الارض بشرشوبه مش نظيفه، لكن والله العظيم هي زي الفل، هي نظيفه جدا. وبحطها في كلور وبسيبها منقعه في كلور فبتبقى نظيفه قوي، بس انا بتطلع لي كده في التصوير في الفيديو بس. يلا اديكم شفتها من قريب يا بنات، برضه انا قلت اوريها لكم. طبعا ما بسيبش ولا مكان غير لما اكون بمسحه كويس جدا جدا جدا. اي مكان يا بنات موجود بقى في الصاله، في اي مكان تحت الكرسي تحت الكنب اي حاجه بقى بمسحها كويس قوي قوي. وطبعا باخد الشرشوبه يعني بحطها في الجردل تاني وانشف وارجع امسح تاني عشان تبقى الارض نظيفه. كل حاجه اهو، كل حاجه بالتفاصيل علشان تتشجعوا كده ولو وراها حاجه تقوم تعملها. طبعا المكتبه يا بنات طبعا الدهان بتاعها عمل خالص، فانا ان شاء الله برضو هوديها تدهن. استنوا فيديو قوي جدا جدا بقول لكم. هنا شايفين بنجر ماشي ورايا يا بنات والله العظيم، في البيت في المطبخ في الشقه في كل مكان، بس عسولي قوي قوي طيبه قوي 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 قوي. بنجر ده طيب جدا 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 بحبه قوي قوي. هنا كنت بقول لكم التغييرات اللي انا عملتها في البلكونه. انا بقول لكم يا بنات اهو والله بقول لكم ان انا ما بسيبش حاجه في مكانها. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت المرجحه لجوه شويه، وحطيت الفوتيه في الجنب ده وقدامه الترابيزه عشان اللي يحب يقعد ويحط قدامه حاجه. معلش يا بنات على طول كده معرفش ليه باحس إن أنا على طول بالذات لمّا باجي راس البر، معرفش ده جو راس البر والّا إيه، بس على طول باحس إن أنا في يعني صوتي واجعني شوية. فعادي يا بنات أنتم مني وعليّا يعني فعادي يعني مش مشكلة. هنا كنت خلاص خلّصت المطبخ، فأنا لازم أعمل آخر حاجة باعملها في المطبخ خلاص باخلّص المطبخ، فأنا باعمل كوباية الشاي. يعني كنا اتغدينا وخلّصت مواعين الغدا، وبعد كده عملت كوباية الشاي. زي ما انتم ما شايفين كده برضو بشجعكم عشان اللي عايز تعمل كوبايه شاي تقوم تعمل كوبايه شاي. بهزر طبعا. طبعا يا بنات انا قلت لكم مش كل حاجه ناخدها جد وكده، احنا لازم نهزر مع بعض شويه ونضحك مع بعض شويه. فانا اخدت كوبايه الشاي كده وابتديت ان انا اخرج بره، قلت هشربها بره على المرجيحه. نادرا يا بنات والله لما بقعد عليها وكده، بس انا قلت برضو ايه بما اني بصور معاكم وكده ايه المشكله لما اروح اقعد عليها. بس والله يا بنات فعلا مفيش وقت، يعني فعلا الواحده ما وراهاش وقت ان هي تفضل تقعد بقى وتقعد على المرجحه وكده. بس يلا شويه تغيير، بما اني خلصت البيت كله والبيت حواليا نضيف، فانا اقعد اشرب معاكم شويه شاي تمام. زي ما انتم شايفين كده انا كنت بحاول هنا اوريكم ضوافري. انا كنت قايله لكم في فيديو الروتين ان انا
اللي هو روتين العناية بالبشرة وبالجسم، إن ضوافري طلعت والله يا بنات ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. زيت اللوز الحلو اللي ما اتفرجش على الفيديو ده يدخل يتفرج عليه. زيت اللوز الحلو يا بنات قلت لكم إن هو بيطول الضوافر، حتى يعني من تاني يوم ابتدت ضوافري إن هي تطول. لو انت استمرتي عليه بإذن الله بإذن الله هتفضل يعني ضوافرك هتطول على طول. يعني فانا قلت ان انا اعرفكم برضو واوريه لكم. ما اعرفش ليه الشقه جت قبل البلكونه، بس المفروض انا اوريكم الشقه قبل البلكونه يعني، عشان احنا كنا بقينا بالليل لما انا كنت بشرب الشاي، كنت خلاص داخلين على الليل يعني. فالمفروض ان انا كنت اوريكم الشقه اول بعد كده البلكونه، بس عادي مش مشكله، اديكم شفت الشقه بعد ما خلصتها يعني. بقت خلاص بطلع البيجامه بقى عشان ادخل اخد الشاور بتاعي، علشان خلاص بقى كده خلاص خلصت البيت وخلصت كل حاجه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.